السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة يا جماعة عاملين فيديو مهم جدا جدا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها من غلاء الأعلاف كل يوم. عاوزين نعرف الأرانب ممكن تكسب معانا وممكن تكون مستمرة معانا إن هي فيه هامش ربح من ورا الأرانب، ولا نصفي المشروع أحسن؟ وايه هي اسباب الخساره واهم اسباب الخساره اللي الناس مش واخده بالها منها في الفتره ديت؟ لان طبعا يا جماعه كلكم عارفين ان الارنبه النهارده اللي كان ثمنها مثلا ممكن يبقى 200 جنيه او 250 جنيه، ممكن توصل لل 500 جنيه. الارنبه النهارده اللي كانت بتاكل هي وعيالها شكارة عليقة، مثلا شكارة العليقة كانت ب 350 جنيه أو ب 315 جنيه أو ب 320 جنيه، النهاردة شكارة العليقة وصلت 800 جنيه. فأصبح النهاردة يا جماعة لما يبقى في خسارة في أرنبة، إحنا بنتكلم في خسارة مبلغ كبير. يعني أي أرنبة النهاردة هتفوت عشار معانا، هتولد 7 8 أرانب بسم الله ما شاء الله زي دولت، ومش هيطلعوا كويس معانا أو هيموتوا معانا، فيها خسارة على الأقل 800 جنيه. طيب انت لما تخسر من الارنبه دي 800 جنيه، هل الارنبه لو كانت كسبت كانت هتكسب 800 جنيه؟ لا طبعا. الارنبه لو كانت كسبت كانت هتكسب حوالي 150 او 200 جنيه. فطبعا انت لما يبقى عندك 10 ارانب او 15 او اي عدد عندك من الاعداد، وتبدا ان انت تخسر في ارنبه زي ديت، يعني ارنبه زي دي تلقحها مثلا وتقعد توكلها وتشربها وتولد شويه ارانب زي دولت، وتقعد توكلهم ويجوا في العمر ده اللي هم فيه ده بالظبط يحصل لهم اي مشكله، الارانب تموت، الارانب يحصل لهم اي حاجه، الارنبه دي خسرت كده 800 جنيه. الارنبه اللي فرحها ديت هل هي هتكسب ال 800 جنيه اللي خسرتهم دي؟ لا طبعا. هي الارنبه اللي خسرت دي هتاخد مكسبها ومكسب 3 4 ارانب كمان. يبقى انت طبعا لو عندك 10 ارانب منهم ارنبه خسرت او ارنبتين خسروا، يبقى كده الموضوع كله طلع في الفاضي. فطبعا يا جماعه اللي هيشتغل النهارده، قبل ما نتكلم في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ان الارانب بتكسب ولا لا، اللي حابب يشتغل في مشروع الارانب او في يعمل مزرعه ارانب النهارده، لازم يكون عنده خبره بالارانب. مش هنقول 50% ولا 60% ولا 70%، لا، لازم يكون عنده خبره بالارانب 100%. ولازم يشتغل مش بس الخبره زي ما قلنا، لازم يكون شغال بعلف كويس، لازم يكون شغال بسلالة أرانب كويسة، لازم يكون المكان اللي هو عامل فيه المزرعة يكون كويس. كل الحاجات دي يا جماعة عوامل لازم يراعيها قبل ما يشتغل، ويبدأ إن هو يشتغل بطريقة احترافية بحيث إن مفيش خطأ 1% حتى. لأن إحنا كنا بنقوله زمان لو المزرعة 100 مثلا، في 75 شغالين أو في 70 شغالين ممكن يعوضوا خسارة ال 30 اللي فاضلين. لا طبعا النهارده اي ارنبه هتبوظ معاك او اي ارنبه هتخسر معاك، هتخسر مبالغ كتيره، وهتخسر شغل المزرعه كله، لان طبعا التكلفه بقت زايده، وتمن الارنبه نفسها اصلا والارنب الصغير زايد. يعني لما اوزن كيلو، اوزن السبع ثمان ارانب دول مثلا دلوقتي ممكن يجي لهم 5 كيلو، ال5 كيلو مثلا دول داخلين في 500 جنيه، وتمن الام نفسها شوف كام، والعليقه اللي كلوها كام. شوف لما انت تخسر شكارة عالجة بس ب 800 جنيه، مش هقول لك بقى تمن الارانب 500 جنيه كمان ولا تمن الام ولا الكلام ده كله. فطبعا خسارة كبيرة، مفيش اي مكسب تاني هيعوضها. لان الارانب دي لما ابيعها، لما يطلعوا كويسين وابيعهم، مش هلاقي فيهم المكسب اللي هو 1000 جنيه او 2000 جنيه، لا ده مش كله مكسب، ده هيبقى فيهم مكسب بسيط جدا. ممكن 200 جنيه 250 جنيه لو انت شغال 100 100، يبقى التصفية عندك من كل أرنبة ممكن تصفي معاك 200 أو 250 جنيه. فطبعا لازم إن إحنا في ظل الظروف ديت نشتغل باحترافية، لأن طبعا الشغل الأرنبة لازم إن هو هيكون فيه مكسب وخسارة زي أي مشروع تاني أو زي أي شغل تاني. النهاردة الفراخ، مزارع الفراخ يا جماعة النهاردة التكلفة بتاعتها ما بتغطيش الإنتاج بتاعها. يعني إيه؟ يعني الكيلو العليقة بتاعت الفراخ النهاردة ممكن يوصل 30 جنيه. طب الفرخه اما ياكل او الفرخه اما تاكل تحسب لها 4 كيلو علف على ما توصل 2 كيلو، وشوف سعر الكتكوت نفسه، وشوف سعر العماله والميه والكهرباء والادويه والدنيا دي كلها، هتلاقي الفراخ معاك خسرانه من الاساس. فطبعا لازم ان احنا كل حاجه نراعي فيها ان هي ممكن يكون فيها مكسب وخساره.
بس طبعا مزرعة الأرانب غير مزرعة الفراخ، لأن مزرعة الأرانب لو أنت اشتغلت صح إن شاء الله مش هيكون فيها خسارة، لأن تمن الأرنب النهاردة في السوق كويس. ال الإنتاج بتاع الأرنب بالنسبة للشغل الصح برضو كويس، بيغطي نفسه وبيغطي الدنيا دي كلها. فطبعا إن شاء الله مفيش خسارة غير لو الدنيا باظت معاك. يعني إيه الدنيا باظت معاك؟ مش هقول المزرعة باظت كلها، لأ، أنا بقول لك لو أنت عندك 10 أرانب باظت منهم أم أو اتنين بيضيعوا المكسب كله. لأن طبعا زي ما قلنا التكلفة عالية، والمكسب أما تبص له، أما تبص لأم وعيالها كالوا شكارة عليقة ب 800 جنيه. الخلفة نفسها في العمر ده كده حوالي 5 كيلو هم كلهم على بعض ب 500 جنيه أو ب 500 وشوية. عندك الأم نفسها شوف بكام. فطبعا لما تحسب تلاقي 1300 أو 1400 جنيه. لو الأرنبة دي باظت أو لو حصل لها لا قدر الله حاجة تبقى أنت خسرتهم. لما تيجي تجمع المبلغ ده من المكسب هتجمعه من 6 أرانب أو من 7 أرانب كمان. يبقى أنت عندك طبعا المزرعة لو هي 10 أمهات وباظت منها واحدة، يبقى المزرعة مفيش خسارة ولا مكسب، يبقى أنت كده دوب لميت نفسك. لو باظت منها أكتر من واحدة، يبقى أنت كده طبعا شغال في الخسارة. فطبعا دي النقطة اللي حابب الناس كتير من المربين تعرفها، لأن الناس طبعا بتشتغل وخلاص. مفيش دراسة جدوى، مفيش خبرة كافية، مفيش أي حاجة. فبيبدأ إن هو يشتغل في الخسارة، وبيبدأ إن هو يصفي، وبيبدأ إن هو يكره الأرانب ويكره المشروع. وللأسف الناس اللي بتخش وتصفي بتبدأ إن هي تبيع الأرانب اللي عندها بأي تمن، لأنه طبعا زهقان من المشروع بيبيع بأي تمن. يعني ممكن يبقى الأرنب ماشي على 100 أو على 95، وتلاقي هو عايز يبيعه خلاص، عايز يخلص، مش عايز يشوف الأرانب قدامه، فيبدأ إن هو يبيع بأي تمن. فالكلام ده يا جماعة بيبوظ على الناس اللي بتربي، وبيبوظ على الناس اللي أكل عيشها من مشروع الأرانب. فلازم نراعي طبعا إن إحنا حتى لو كارهين المشروع وهنصفي، إن إحنا نبيع بسعر عادل ونبيع بالسعر السوق اللي ماشي. ولو في أي حد ممكن حابب إن هو يستغلنا أو حابب إن هو يستغل الظروف إن أنت بتصفي وبتاع، لا، هات واحد واثنين وثلاثة وشوف الناس اللي قريبة منك، حاول تخليهم يساعدوك في إن أنت تبيع الحاجة بتاعتك بتمن كويس. من ناحية انت مش هتخسر فلوس، ومن ناحية انت مش هتتسبب في ان السوق ينزل او ان التاجر يلاقي ارنب رخيص والارانب تكتر في السوق. يعني لما يلاقي عندك رخيص وعند غيرك رخيص، وغيرك بيصفي وغيرك بيصفي وده بيصفي، كل اللي يخش المشروع ويجرب ويبدأ ان هو يصفي، فالتاجر هيلاقي ارنب وهيلاقي ناس حابب يعرف ان هو يستغلها، فهيبدأ ان السعر طبعا ينزل. فطبعا كل ده يا جماعه من العوامل اللي بتبوظ في السوق وبتبوظ على الارانب، فلازم نخلي بالنا من النقطه ديت. يبقى مشروع الارنب يا جماعه في اخر الكلام مشروع مربح 100%، بس طبعا بالطرق السليمه اللي انت تبقى شغال صح. غير كده طبعا هيبقى فيه خساره زيه زي اي مشروع تاني لو ما اشتغلتش صح. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.